الحسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. مرحبا بك سيد يعابد. إذن هل من معطيات بخصوص الحالة الجوية المرتقبة ببلادنا خلال الساعات القليلة المقبلة؟ ولله الحمد. يعني خلال ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الأحد بحول الله هناك تغيير في الحالة الجوية العامة نتيجة لاقتراب منخفض جوي جديد مصحوب بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا، مما سيعمل على أن مجموعة من السحب ستهم معظم مناطق البلاد. يعني أمطار عامة تقريبا ستهم المناطق الشمالية، المناطق الوسطى للبلاد، الأطلس، الريف، ستصل إلى كذلك مناطق سوس وشمال أقاليم من الجنوبية. كذلك هذا الاضطراب الجوي سيكون في بعض الأحيان على شكل أمطار قوية، خصوصا اللي كتهم المناطق ديال الريف أقصى شمال البلاد، خصوصا المناطق ديال الشاون، تطوان، العريش، طنجة، أصيلة، خلال من مساء يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد بحول الله. وهذه المنطقة فيها مستوى اليقظة أحمر نظرا لأن التساقطات المرتقبة ستكون قوية في هذه المناطق. كذلك ستكون بعض الأمطار القوية في بين 40 حتى 60 ملم غتهم المناطق ديال وزان، فحصان جران، المضيق، الفنيدق، قنيطرة، تاونات وتزا. وكذلك الاضطراب الجوي سيكون مرفوق بالتساقطات الثلجية اللي غادي تهم خصوصا المرتفعات، سواء الأطلس الكبير، المتوسط، المناطق ديال الريف، المناطق اللي كتجاوز العلو ديالها 1500 متر. وهذا الاضطراب الجوي كذلك سيكون مصحوب برياح قوية مع تطاير الغبار اللي غادي تهم ابتداء من يوم غد الجمعة وخلال خصوصا يوم السبت والأحد. سيدي يعابد قوية بالمناطق الشمالية للبلاد. ماذا بخصوص تكرار ظاهرة الرياح القوية المصحوبة بالغبار في عدد من المناطق؟ ما هي أسباب هذه الظاهرة وإلى متى ستستمر حسب توقعاتكم؟ خلال يعني تقريبا هذه الأيام كلها كان فيها رياح قوية اللي تتهمنا، خصوصا خلال الاسبوع اللي مر، نظرا لان كان واحد المنخفض جوي جعل ان رياح جنوبيه غربيه وجنوبيه شرقيه اللي كتهم المناطق يعني شرق المملكه، وبالتالي وصلت حتى ل 115 كيلومتر في الساعه في المناطق ديال وجده. هذا الاضطراب الجوي كذلك اللي غادي يهمنا غيجعل ان الرياح غادي تزاد القوه ديالها، لان هذا المنخفض غيصبح اكثر عمقا ابتداء من يوم والسبت والاحد، وبالتالي غادي تجعل ان هناك تسارع في الكتل الهوائيه، وبالتالي هذه الرياح ممكن انها توصل بين 75 حتى 95 كيلومتر في الساعه خلال يوم السبت والاحد، خصوصا بالمناطق الساحليه، السواحل الاطلسيه الشماليه، المناطق خصوصا المناطق كذلك ديال الريف، الاقصى شمال البلاد، كلها اللي غتكون فيها الرياح القويه. وبالتالي فمزيدا من الحيطه والحذر بالنسبه لهذه الرياح القويه، وكذلك حتى بالنسبه للتساقطات القويه اللي غادي تهم المناطق اقصى شمال البلاد. الحسين يعابد المكلف بالتواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، شكرا لك على كل هذه المعطيات. كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. في أحوال الطقس، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر بأن تساقطات مطرية قوية جدا محليا رعدية من 90 إلى 130 ملم، وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار من 75 إلى 95 كيلومترا في الساعة مرتقبة ابتداء من يوم غد